العلامة الباكستاني الشاعر العظيم محمد إقبال، نعم. كان أبوه يوصيه يقول له اقرأ القرآن كأنه ينزل عليك وحدك. شوف تسمعه كده يعني تعيش معه. شوف الصحابة في أحاديث يقول لك إن كنا نقف أمام 10 آيات لا نغادرها حتى نحفظها ونطبقها. مش انك انت، انا باسعد كثيرا لما الاقي مسابقات حفظ القران الكريم واولاد صغيرين حافظين، وكل ده جميل جميل جميل، بس تطبيق القران، تدبر القران، الوعي بالقران. ده انا عندي 49 ايه بتتكلم عن العقل بشكل مباشر، وحوالي 300 آية التدبر والتفكر والتذكر والنهى والحجة والفقه والقلب وإلى آخره. القرآن نازل مش علشان يبقى تحفة بتحطه في البيت، إنما نازل عشان تتدبره، تتفكر فيه، يفجر فيك طاقات إيمانية، ويجعل الإنسان وهو جرم صغير فيه انطوى العالم الأكبر. شوف الجيل اللي احنا بنقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. شوف الذين تربوا في مدرسة النبوة، قلة غيرت وجه الدنيا ومجرى التاريخ.